إعلام ورسالة المجتمع إنقاذ هؤلاء حتى لا يكونوا بمثابة القنبلة الموقوتة داخل المجتمع، يضرون أنفسهم ويضرون تنمية المجتمع، بل يجب على الجميع استيعابهم لأنهم يستحقون ذلك حتى ولو أخطأوا. فدائما ما نجد السبب التفكك الأسري، الفقر وقسوة المجتمع، وإلا ماذا بعد؟ من أخطأ عليه أن يعود إلى الصواب، وإلا فماذا بعد؟ ماذا بعد؟ إزميرالدا أحمد، هيام فاروق. القاهرة تقدم استوديو 2. استوديو 2، رؤى، أفكار، حوار ممتد. استوديو 2، عين ترصد وأخرى تحلل. استوديو 2، مشاركات، مناقشات في مختلف الموضوعات. استوديو 2. استوديو 2. الإعداد أحمد دياب، التقديم عبد الله حامد، الهندسة الإذاعية عبد اللطيف عبد الله. سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى فترتنا المفتوحة استوديو 2 ليوم الثلاثاء، الملفين السياسي والاقتصادي. وكما قلنا في حلقات سابقة سيداتي وسادتي، فقد استبدلنا الملف الاقتصادي مؤقتا بالملف الأمني، حيث إن هناك ارتباطا قويا بين الأمن والسياسة والاقتصاد، كلاهما يمثل ضلعا من أضلاع المثلث الذي تبنى عليه الأمم وتبنى به الشعوب، وتبني به الشعوب أيضا مستقبلها وتضع قيمها. سيداتي وسادتي، معنا اليوم خبيرين في هذين المجالين، خبير في المجال السياسي وخبير في المجال الأمني، نستوضح منهما أهم الرؤى والتحليلات السياسية والأمنية التي تعيشها مصر في هذه المرحلة الفارقة، المرحلة المفرقة المجمعة بين طوائف الشعب المصري. هناك علامات وإمارات للتفريق، وهناك أيضا علامات وإمارات وجهود للتجميع. هذا موجود وذاك موجود، لا يمكن إنكار هذا على حساب ذاك. هذا هو الوضع السياسي، حالة السياسة التي ما زالت تراوح مكانها دون تقدم ملحوظ، حالة الأمن التي تراوح أيضا مكانها رغم بعض التحفظات عليها. ولذلك نأتي بالخبراء الأمنيين لنستعرض منهم ونستعرض معهم أهم الموضوعات الأمنية وأهم النقاط الأمنية التي تعيشها مصر الآن. بؤر أمنية يقضى عليها، وبؤر أمنية أيضا تقام، أعمال عنف هنا وأعمال عنف هناك. هناك في سيناء ما الذي يحدث في سيناء، لابد أن نضع أيدينا على هذا الموضوع. في المجال السياسي، المرحلة الانتقالية التي نحن بصددها الآن، كيف يتم الانتقال بالعدالة؟ وما هي العدالة الانتقالية؟ كيف يمكن أن ننتقل من مرحلة الدولة أو مرحلة الثورة أو المرحلة الثورية إلى مرحلة بناء الدولة على أسس ديمقراطية سليمة؟ هذا ما نستعرضه أيضا في الملف السياسي، بجانب موضوعات تعن لنا وقت النقاش فيها. اسمحوا لي سيداتي وسادتي باسمكم أن نرحب بضيفينا في الاستوديو، سيرو البرنامج العام السيد اللواء أشرف أمين الخبير الأمني، والسيد الدكتور محمد باغا الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكما ضيفين عزيزين على هواء البرنامج العام. يعني دكتور محمد، استسمحك قليلا أن أبدأ الحوار بالسيد اللواء أشرف أمين. سيادة اللواء،
يعني سؤال جامع شامل في مجمله، ليس به إشارات أو إيماءات إلى أي شيء آخر. ربما بعض المستمعين الذين يتابعوننا الآن لا يتابعون عن كثب مسألة التطورات الأمنية الحادثة في ربوع البلاد. كل منشغل الآن فيما يحدث أمنيا في محيطه، في بيته، في قريته، في النجع أو الكفر الذي يعيش فيه، في محيطه الأصغر. ولكن النظرة الشاملة الآن على المحيط الأمني بكل ربوعه ربما لا تتوفر لدى العوام من الناس، ولكنها تتوفر لدى الخواص من الناس، وليس من الخواص أخص منك وأنت متخصص في المجال الأمني. فهل لك أن توضح لنا الصورة الأمنية التي عليها مصر الآن؟ اولا اسمح لي ان انا ارحب يعني بسيادتك ردا لترحيب معاليك، وايضا يعني ارحب بكل مستمع لهذه الشبكه القيمه، شبكه البرنامج العام. أشكرك. وايضا اسمح لي ان انا احيي رجال الامن في جمهوريه مصر العربيه ورجال القوات المسلحة، لأن هم قايمين بدور أعتقد أنه هو من أصعب الأدوار اللي تشهدها الساحة في الوقت الحالي. إن خلال فترة 2.5 سنين يمكن الأمن تحمل فوق طاقته واتهم أكثر من اتهام في فترات عديدة. دعنا نتفق أن الأمن هو أغلى سلعة في العالم، سلعة الأمن. والأمن في معناه هو الإحساس أو الشعور بالأمان. لن يتحقق الأمن والأمان إلا إذا تواكبت المعادلات مع بعضها حتى تصل لمعنى يعطي للمواطن معنى الأمن والأمان. الأمن يا سيدي لا يعتمد فقط على فرد الشرطة أو ضابط الشرطة، لكن هو بيعتمد أيضا على المواطن. يعني هم المعادلة شقين لازم يكونوا متواجدين. دعني أختلف اختلاف بسيط جدا مع سيادتك في الجزئية الخاصة إن يشعر المواطن بالأمن والأمان في دائرته فقط. لا، أحيانا يصدر حالة الفزع من بعض الفصائل اللي ينتشر في أماكن مختلفة حتى يسقط المعنى أو الإحساس بالأمن. بمعنى لو ممكن ان انسان يعلم ان وارد ان تحصل تفجيرات زي ما حدث للسيد وزير الداخلية محاولة الاغتيال، تأكد ان الباقي في اطراف المدينة واطراف يخشى ان يحدث مثل ما حدث في هذه المنطقة. الامن يا سيدي دي حرفة عالية جدا جدا، وليس بهذا الامر الهين ان البعض يتحدث عنه. ليس معناها زرار احقق الامن او اغلق الامن او اوجد الفوضى. احنا شاهدنا حالة من الانفلات، مش عايز اسميها الانفلات الخلقي، ولكن الانفلات نتيجة ثورة. وجدنا كثيرا من الناس يخالف النص نتيجة امراض اكتسبها المواطن من حالة فساد طويلة جدا كانت تدار الامن، تدار الدولة بالامن. وده اخطر مما تتخيلوا، لانه لازم هيجي وقت من الاوقات يعني يبقى للدولة دور اخر ليس دور الامن. اذا المفترض ان الامور تحل اولا بالحلول الغير تقليدية او الحلول السياسية، واخر موجة يبتدي يتصدى ليها هو الامن. لكن احنا ما زلنا حتى وقتنا هذا تدار الدولة بالامن. لم اجد حتى وقتنا هذا بعض الحلول السياسية اللي تخلي على الاقل حالة من الهدوء لدى المواطن، حالة من إحساسه بأن الدولة تعطيله حقه مثلا الاقتصادي أو حقه في العيشة الكريمة. لكن لأن الشعب برضو عنده الإحساس العالي جدا، عنده إحساس يسمى عالي الجودة، فالإحساس العالي ده مخليه في نفس التوقيت يتقبل حالة الضغط اللي موجودة عليه، لأنه يعلم تمام العلم أن الضغط وارد يكون ضغط خارجي غير مسؤولة عنه إدارة الدولة أو القيادة السياسية نتيجة ضغط من فصيل معين بطريقة أو أخرى، وهذا الفصيل برضه يصدر له من الخارج من التنظيم الدولي بعض الأمور لإرباك المشهد داخل مصر. وبالتالي المواطن مظلوم والأمن قائم برسالته، وإن كان
يمكن غير ظاهر لان محمل بحاجات غير عاديه، مواجهات في مناطق معينه، مواجهات طب اسمح لي سيادة اللواء، يعني قبل أن ننتقل إلى التفصيلات في هذه المسألة، أشكر سيادتك على هذه المقدمة الطويلة، لكن يعني أنتقل في جزئية تفضلت بها الآن، وأنه لابد من حلول سياسية وحلول اقتصادية تشعر المواطن بالأمن وتشعر المواطن بأنه يعني في سبيل الانفراج من هذه الأزمة. دكتور محمد باغا، يعني أنت متخصص في مجال الإدارة بجامعة قناة السويس، يعني هل تعتقد أن الظرف الراهن الذي تعيشه مصر الآن، هذا المخاض الذي يعني ما زلنا نعيشه حتى الآن، هو الجو العام مهيأ لوضع حلول استراتيجية سياسية كانت أو اقتصادية من أجل الخروج من الأزمة الحالية، أم أن الأولوية الآن هو التعاطي الأمني مع مفردات الواقع السياسي؟ في البداية طبعا بحيي حضرتك يا أستاذ عبد الله، وبحيي كل شبكة إذاعة البرنامج العام والسادة المستمعين، وبحيي سيادتك يا سيادة اللواء. طبعا لا يمكن بأي حال من الأحوال إن احنا ندير الأمور أو ندير أزمتنا على مستوى الظواهر فقط. نعم. لأننا إذا عالجنا على مستوى الظواهر فقط فإننا سنراكم على أنفسنا هذه الظواهر وسننشغل بهذه الظواهر وسننسى أصل المشكلة بالذات. نعم. زي ما تكلم سيادة اللواء بأن الوضع الأمني هو نتيجة وليس سبب رئيسي لما يحدث، بل هناك تراكميات حدثت خلال عقود عديدة من الزمن أدت إلى تدهور في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة، وكان نتاج طبيعي لكل هذا أن تكون الدائرة الأمنية دائرة مضطربة إلى حد ما. أولا لابد أن نعترف أن للشعب المصري حقوق أصيلة قامت عليها ثورته الأولى في 25 يناير 2011، واستكملت هذه الثورة لما يسمى بثورة التطهير في 30/6/2013، وهناك فلسفة لا زالت مستمرة ولا زلنا نبحث لها عن إجابة إلى الآن، كيف نحقق للشعب المصري العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. بلا شك أن السياسة هي عرض، والمرض الأصلي والمشكلة الأساسية هي الاقتصاد، فنقول أن السياسة عرض والاقتصاد هو المرض. وإذا أردت الدولة أن تعالج هذه المشاكل فلا بد أن تنظر على مستويين: مستوى قصير الأجل من خلال اتخاذ التدابير اللازمة من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تهيئ التربة المجتمعية أنها تتقبل الحلول طويلة المدى. دي نقطة. أولا إحنا قدامنا طريقين. الطريق الأولاني هو طريق الحل، والحقيقة يعني طريق الحل ده يتفرع منه شيئين رئيسيين: إما طريق الحل الإيجابي أن تتكاتف الدولة ويتكاتف معها الشعب في إيجاد الحلول قصيرة وطويلة الأجل، ونتفق على هذه الحلول من خلال برنامج حكومي واضح تعلن عنه الحكومة. إلى الآن يا أستاذ عبد الله لم يعلن هذا البرنامج. هذا هو مناط السؤال يا دكتور، يعني هل الظرف الراهن مفردات الواقع السياسي الآن يعني تتطلب وضع برنامج قصير الأجل كان أو طويل الأجل؟ يعني هل نحن على المستوى الشعبي، على المستوى الرسمي، على المستوى الحكومي، على المستوى الأمني، على مستوى الواقع المعاش الآن بصدد وضع مثل هذه البرامج كانت قصيرة أو طويلة؟ طبعا بكل تأكيد، ويعني هي دي حياتنا اللي احنا بنبحث عنها، ان احنا بنبحث عن حلول، كفانا تحليلات وننظر إلى الحلول بعض الشيء. احنا الآن في فئة المنتظرين، احنا يعني لازلنا بنعتمد على ثقافة ان الحكومة هي أمنا اللي بننتظر ان هي تؤدي لنا المهمة المعينة اللي تريحنا، فبالتالي احنا منتظرين خطة حكومية قصيرة الأجل أو طويلة الأجل تقول لنا احنا فين وعايزين ايه وكيف نصل. ولكن في يعني هي دي سياسة الحل الإيجابي. ولكن أنا قلت لسيادتك لو احنا بندور على الحل احنا قدامنا طريقين: طريق الحل الإيجابي ان احنا نتكاتف جميعا ونصل مع بعض ان احنا نحط خطط قصيرة الأجل وطويلة الأجل، والحلول كتيرة جدا وممكنة جدا. أو النقطة الثانية اللي احنا فيها دلوقتي وهي نقطة الانتظار، ان احنا لازلنا منتظرين، يعني مستنين ايه؟ الشعب ينتظر الحكومة والحكومة تنتظر الشعب، وفي النهاية نحن في دائرة مفرغة ستفضي إلى الحالة الثانية اللي هو الطريق الثاني اللي هو طريق اللا حل. وطريق اللا حل ده بقى أنا يعني أخاف منه بعض الشيء، ويمكن الناس بتسألني أنت يعني قلق ولا متفائل. الحقيقة أنا يعني أمسك العصاية من النص. لو أنا شفت بوادر أمل من الحكومة ان هي تحط ازمات فاقول تحط خطه لاداره الازمات فاقول انا متفائل. اما ان وصلنا او تمادينا في مرحله اللا حل فاحنا قدامنا 3 طرق فرعيه هنمشي فيها، واعتقد ان في يعني طوائف من الشعب مشيت فيها. يعني اسمح لي بس اكمل النقطه دي لان هي مهمه جدا. اتفضل. التفريعه الاولى وهي مرحله الاكتئاب. قد نصاب في مجتمعنا باكتئاب او اخفاق
في القدرة والرغبة ان احنا نطلع بوطننا من هذه المحنة ومن هذه الأزمة ونرجع لمحلك سر تاني، او الحالة الجميلة اللي حصلت عندنا في 30/6 يتم إخفاقها. دي مرحلة. النقطة الثانية ان احنا ممكن نتحول بقى ايه لمرحلة عنف، او يتمادى هذا العنف ويصبح عنف انتقامي، وهذا ما تمارسه يعني افراد او انصار جماعة الاخوان، من ان هي لا تجد الحل السياسي ولا تجد الحل اللي نشوف الناس دول نتعامل معهم ازاي، لان هم في الاخر مصريين، بس نتعامل معهم ازاي بحلول استراتيجية. لم نجد هذه الحلول إلى الآن، ودي يعني فكرة العدالة الانتقالية قايمة على كده. فبالتالي هؤلاء يدفعون إلى ما يسمى بالعنف الانتقامي، وللأسف إن الحالة دي بتخرج من مرحلة المظلومية، إن هم كانوا بيعملوا مظلومية لنفسهم، إلى مرحلة اسمها الموت النفسي. فشايفين إن هم بينتقموا من نفسهم الأول قبل ما ينتقموا من المجتمع. بيعطلوا المترو، بيعطلوا البنزينات، بيحطوا عربيات على الكباري علشان يعطلوها. النقطة الثالثة وهي مرحلة الاسترضاء. سيخلق لنا مؤسسات أو أفراد ستعمل على خلق مدينة خاصة بهم فقط وليس لغيرهم، من أجل أن يحافظوا على مكانهم في هذه النقطة. يعني مثلا شايفين الأحزاب التي تعترض على أشياء كلنا جميعا متفقين عليها، وإن هي بس من باب أنا أعترض إذن أنا موجود، وكلنا عارفين دكتور محمد، يعني الحديث في هذا الشأن حديث مطول وبه مآخذ كثيرة وبه دخول كثيرة، لكن يعني هننتقل للسيد اللواء أشرف أمين، ربما يعني نستجلي منه الأمر في بعض هذه النقاط من حالات الفشل الثلاثة الذي تحدث عنها الدكتور محمد الآن، ما الفشل والعنف ومسألة الاسترضاء. يعني ربما الفشل كانت مهمة سياسية والاسترضاء مهمة أيضا سياسية أخرى، لكن العنف بالتأكيد هو مهمة أمنية، ولذلك نقلت الحديث إلى سيادتك. ويعني رجل الشارع العادي، واسمح لي أن أتحدث بلسان رجل الشارع العادي وإن كنت غير موكل بذلك، لكن يعني رجل الشارع العادي الآن يعني تفرض على تصرفاته وتفرض عليه بعض التساؤلات بشدة. يعني لماذا ترك هؤلاء إلى أن يستفحلوا إلى هذا الحد؟ من الذي يحمي هؤلاء حتى يخرجوا من رابعة ومن النهضة إلى كرداسة إلى دلجة إلى بعض النقاط الأخرى إلى يعني مناطق أخرى مختلفة، يقيمون يعني مناطق تأويهم ويحيطونها بسياج من أنفسهم وتغض الدولة الطرف عنهم؟ هل ربما ده نوع من أنواع سياسة التشتيت الأمني ولا سياسة النفس الطويل الذي يعني يراهن على إجهاد قوات الأمن؟ طب اسمح لي الأول برضو، يعني هو هيبقى مقدمة مش بقى طويلة قوي يعني تعقيب. اتفضل. هو انا بودي نتكلم زي ما احنا عاوزين، بس نظرا لان الوقت هو اللي بيحكمنا فعاوزين ندخل يعني في الموضوعات مباشرة. انا برضو عايز استثمر هذا اللقاء، يعني انا برد تحية الاخ الدكتور محمد بغا بتحية مماثلة، يعني انا اسعد واشرف ان انا يعني اكون بجواره. اهلا وسهلا بك في هذا اللقاء. اهلا بحضرتك. دي واحدة. الحاجة التانية اللي أنا عايز أبلغها، ده المسج أو الرسالة عايز أبلغها للمستمع أو المتلقي، بحكم أنا فكرتي أمنية ودراستي على هذا المنهاج، إن إحنا مش عايزين نخش في حالة الاكتئاب. إحنا ما عندناش حالة اكتئاب. ليه؟ لأن الأمن هيقوم بدوره، ودي رسالة وواجب واضح مش هتخلى عنه. لكن احنا كنا طالبين بعض المساعدات الخاصة من الدولة تقوم بها لتكسير الموجات القادمة على الأمن. حتى أنا لما كان وضح لي النقطة دي بعد إذنك ست الأول. إيه الموجات القادمة؟ الموجات القادمة للأمن، احنا عندنا مواجهات شرسة سواء كانت قبل كده أو بعد كده. وقلت لسيادتك بوضوح، المعالجة الأمنية فقط خطأ كبير جدا. هتخلي أنا عندي حالة يعني دفء في العلاقة بيني وبين المجتمع، أو علاقة الشرخ اللي كان موجود بين المواطن والشرطة ابتدى يتقلص يوم 30 أو ننتهي منه. أنا عايز أستفيد من هذه الطاقة الإيجابية في إن العداوة تقل، لكن طول ما أنا هواجه وارد إن أنا أواجه في بعض الأمور. أنت مش بتواجه المجتمع، أنت بتواجه خارجين عن المجتمع. طب ما أنا طول عمري كنت بواجه الخروج، بس مع ذلك دي أصلا فلسفة موجودة. إن هذه الفلسفة إن دايما رجل المناطق للتنفيذ بالذات بيبقى مكروه بحكم طبيعة تنفيذه لهذا العمل. يعني اللي بفرض عليك تمشي على قنوات معينة، وبالتالي كان المفترض
ان احنا خلاص داخلين في حاله. وعشان كده انا عايز انوه على جزئيه عشان اطمن بيها. انا شايف رغم اختلافي في بعض القرارات التي تصدر من الاداره او من الحكومه، لكن انا متاكد ان فيها شخصيات قويه جدا جدا وعندها رغبه وعندها اراده للحل. لكن يمكن التاخير في ذلك لانه يتحين الفرصه او التوقيت المناسب علشان يبتدي يكون عنده خلفيه كويسه ويدرس الموقف كويس، وبناء عليها تصدر القرارات اللي هي تدي للشعب القدرات انها تساعدنا حتى في بعض الحلول الامنيه. يعني هذه استراتيجيه، اسمح لي، هذه استراتيجيه ربما يعني اول مره يسمعها معظم الناس امثالي، من انه لابد من ان يعني نترك الفرصه حتى يستفحل الامر ونستجلي الامر ايضا ونجمع معلومات حتى نواجه هذه المساله. لا. يعني هناك سياسه اخرى هي سياسه الضربات الاستباقيه. لا. يعني قبل ان تقام بؤره اجراميه في مكان ما لابد ان امنع اسباب قيام هذه البؤره، وهذه الضربات الاستباقيه الموكله الى الامن. لا، انا بالدرجه الاولى حتى هي خطا كبير. أنا عمري ما أتخيل إن حد ممكن يصل إدراكه، وخاصة بالذات لو واحد مثقف، إن إحنا نترك البؤرة لغاية لما استفحل علشان خاطر. لا إطلاقا. الحرفة في الأمن يا سيدي ليها توقيت وليها إن أنا عايز أخش. طب أنا هقول لك مثلا عشان نبقى ماشيين. يعني أنا هدي لك مثالين سيادتك هتدي المثالين على أرض الواقع. ما ذهبت إليه من إيضاح الآن هو من الواقع، من على الأرض. من التطورات الأمنية الحادثة على الأرض الآن. كرداسة مثلا، وكانت رابعة قبلها وكان نهضة قبلها. أيوة، أنا هدي لك مثال رابعة. اتفضل. 42 يوم. وهدي لك مثال قرية دلجة. كويس. احنا ما خلصناش لغاية النهاردة من فض اعتصام رابعة. عارف لو احنا كنا عملنا رابعة ارجع بقى بالتواريخ كده معايا، لان انا معاك واحد خطوة. لو عملنا فض رابعة في العيد كانت اشكالية. لخدنا التفويض بالقرار بالامن ان هو يفض في نص رمضان. لو كنا عملناها في رمضان ما كناش هنخلص، وكان هيبقى التعاطف اكتر من اللازم، وهنبقى احنا ناس قاسيين جدا. هقول لك حاجة جميلة. هل تعلم ان احنا سربنا خبر ان هنفض رابعة في اليوم التالي؟ عارف ليه؟ عشان نقلل حجم الخسائر بحيث اللي عايز يمشي. شوف قد ايه. خلي بالك ده مواطن. انا مش قصة ان هو وثلاث ارباعهم انا قلت المكون ده عبارة عن مين؟ مجموعة من الاخوان، مجموعة مغرر بيهم سواء كانوا يعني تيار اسلامي وعندهم قضية ان هم رايحين يحاربوا عن الشريعة الاسلامية. تمام. ومجموعة مأجورين. ثلاث فئات دول يعني مين اللي زيهم؟ وارد يكون التنظيم الخارجي كمان. لكن احنا كان في مصادر جوه رابعة العدوية وكانت تدينا كل ما يحدث، وكانت المعلومات تصل وتتدفق بكل. احنا تحيلنا الوقت. وللعلم لو احنا جربنا بجميع المقاييس، لان احنا بنعمل احصائيات كل يوم على الخارج واللي داخل في رابعة العدوية، كم واحد داخل وكم خارج. قصة مش عشوائية. فكانت القصة كنا بنصل احيانا ان نقول احسن توقيت يبقى ايه، وافضل قصه ان احنا نعملها علشان نقلل الخسائر. اي وقت كانت هتبقى الخسائر اضعاف اللي احنا بنقول لك عليه اللي حصلت، اللي هم لا يتجاوزوا ال70. وانا عارف الاعداد عشان تبقى عارف القصه اللي هم بيزيفوا الحقائق دي معروفه. ما علينا. ادي موضوع رابعه. احنا خدنا وقت في رابعه. دخلت القوات كانت حوالي الساعه 7 ل 10. نعم صباحا. ابتدينا لم يتم الفض الا قبل الغروب بشويه. ليه؟ عشان الخروج الامن. ما انت مش عايز. وعلى الاقل كمان احنا اول حاله وفاه كانت عند ضابط. عندنا ضابط اللي اسمه شادي مجدي. نعم. وده اتضرب من بنايه موجوده. اول حاجه. بعد كده احنا خرجوا بمنتهى الهدوء ومشوا، وكانوا في اخطاء منهم، ومع ذلك كانت الضباط تتجاوز هذه الاخطاء وتعديهم والامور تمشي، وما حدش يتابع كمان. خلي بالك ده فصيل من المجتمع المصري. احنا مش عايزين يعني انا واحد من الناس اتمنى ان الامور ترجع، مش المصالحه. المخطئ يحاسب، لكن ده مش هتقدر تقصيه اطلاقا. ادي واحده. نخش على الجزئيه الثانيه مثلا بتاع دلجة. دلجة دي يا سيدي دي قريه في جنوب المنيا. موجوده عباره عن نقطه وحوالينها صحراء. بينها وبين المدينة حوالي 70 كيلو. يعني انت رايح مرصود وانت جاي مرصود. كنا يدخلوا بعض الضباط او بعض الافراد ان هم بيبيعوا حاجات علشان يرصدوا المكان ونرفع المكان. قصة مش كده يلا اهجم. هي مش عشوائية. ده لازم عندك كمان انت عايز تخرج القوات وترجعها لو حصل عليك تعدي. يعني لازم تدرس كل خطوة وكل آلية.
طب الكرداسه سيبنا، يعني الاثنين دول قلت لك التوقيت المناسب، ما حصلش عندنا حاله اصابه ولا حاله وفاه، حتى لو هربوا فاحنا راصدينهم، يعني اللي خرجوا لان المساحه دي راصدينهم عارفينهم وابتدي نمسكهم، والياتهم ما يعرفوش يشتغلوا غير في اماكنهم، العناصر اللي خرجت دي عشان تبقى سيادتك عارف. الحاجه الثالثه كرداسه يا سيدي اللي موجودين فيها او العناصر اللي هي مفترض اللي زي محمد نصر وغيره، 3/4 دول موجودين في مناطق اخرى ومرصودين. وللعلم خطه ان انت تخش كرداسه حاطط في اعتبارك ان انت عندك كذا مخرج وليها جغرافيا صعبه جدا، فبالتالي مش قصه ان انا اخش وبعدين هم اصلا هذا الفصيل يتمنى ان يموت عدد كبير جدا، عدد وفيات كبير جدا، ويبتدوا يلوحوا بيها، واحنا اللي عارفين، ويدخلك في الاشكاليه بتاعت سوريا والقوات، ده احنا مش خلصانين من قصه شمال ووسط سين، مش خلصانين منها. وبعض الناس يقول لك ايه، يزايد على القصه دي، يقول لك ايه، ان القوات المسلحه بتضرب في الاهالي، وهذا خطا كبير. شوف قد ايه انا بس بقى عايز اوصلك للمعنى ده عشان تبقى عارف. انا بقى القصه اللي انا قطعتها ان الدوله دي علشان في الخطه بقى المفروض تتحط، لازم يتحط تعليم جيد جدا جدا جدا. لا قبل هذه الخطه يا ست اللواء، انا عندي مآخذ وعندي اسئله كتير جدا ومآخذ على ما تفضلت به الان من حديث براحتك. يعني كتير براحتك. احنا قدامنا الوقت. الدكتور محمد باغا، يعني كنا بنتكلم على مسألة الانتقال ومسألة الخطط قصيرة الأمد وطويلة الأمد حتى ننتقل من الحالة الجدلية التي يعيشها المجتمع المصري بكافة طوائفه الآن. رجل الشارع العادي أصبح يعني مثقفا سياسيا ويتحدث في السياسة، بل ويضع الخطط الاستراتيجية أيضا، هم جنرالات الشوارع الآن. أكيد. يعني لو تحدثنا عن مسألة العدالة الانتقالية، يعني كيف يمكن أن تتم هذه العدالة، أو كيف يتم الانتقال العادل أو الانتقال بالعدالة؟ نعم. أو ما أطلقتم عنه أنتم كمتخصصين بالعدالة الانتقالية، ولها وزارة. لها وزارة ولها وزير نعم. وما حصلتش بعد 25 يناير، وما حصلتش في حكم الإخوان إن يبقى لها اللي كانوا بيقولوا القصاص ما حصلش إن هم أخذوا بالقصاص. ولكن أنا عايز أتكلم في فكرة التأسيس للثورة. احنا علشان نسمي المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي مرحلة انتقالية، فاحنا بنظلم هذه المرحلة وبنظلم نفسنا وبنظلم التاريخ المصري اللي هيذكر بعد كده للأجيال. هي مرحلة تأسيس، وعلشان تكون مرحلة تأسيس فاحنا بناخد الدولة من دولة يعني ما قبل التقدم إلى دولة تنهض وتتقدم إن شاء الله. بس في البداية أنا عايز أقول إن الثورة مرورها بيبدأ بمرحلة انفجار ضغط، ثم تأتي مرحلة فوضى، ثم يأتي بعد مرحلة الفوضى مرحلة التطهير. مرحلة التطهير دي علشان يعني نمارسها بشكل جيد لابد ان احنا نطهر او ننتقل بالمجتمع من وضع رديء الى وضع سليم. لو احنا بنتكلم يا استاذ عبد الله قلنا ان السياسة هي عرض والاقتصاد مرض، فلا يمكن باي حال من الاحوال ان نقيم صرح اقتصادي او بناء اقتصادي واحنا عندنا تربة سياسية غير متوافق عليها وضعيفة جدا او هشة جدا. ولا يمكن ان احنا نبني او نعمل صرح سياسي كبير واحنا عندنا التربة الثقافية مضمحلة. ولا يمكن ان احنا نكون بناء ثقافي مزدهر والاساس المجتمعي عندنا في انشقاق مفترق. نعم طبعا. ولا يمكن باي حال من الاحوال ان احنا يعني نعلي من قيمة المجتمع او من يعني نقوي تماسك هذا المجتمع واحنا عندنا التربة الانسانية ما بيننا تربة محتاجة الى ترميم، يعني انجاز التعبير ان ما كانش تؤسس بطريقة سليمة. يعني انا بقول ان مفهوم إدارة الأزمات هو مفهوم مفقود إلى حد ما في البيئة المصرية، ولا بد أن نهتم به. يعني كل أنا عاوز أولويات يا دكتور، يعني اللحمة أولا، اللحمة المجتمعية أولا. نعم. أم وضع سياسات استراتيجية ربما تكون نظرية، وأتصور أن الأرفف والأدرج وكل مكان يمكن أن تدشن فيه مثل هذه المشروعات ممتلئ عن آخره. يعني دعنا من التنظيرات، لكن يعني نود أن ليست تنظيرات، ولكن أنا بوصل لفكرة العدالة. أنا بتكلم على سيادتك، أنا بتكلم على من هم في أيديهم القرار. نعم. يعني لو بنتكلم هنا على فكرة العدالة الانتقالية، أنا عايز أوصل في النهاية زي ما قلت لحضرتك ان الاقتصاد اساسه التربه الانسانيه الجيده اللي هي مرحله التطهير. ففكر العداله الاجتماعيه فكر قيم جدا بيقوم على 3 أشياء او 3 اعمده اساسيه. العمود الاول وهو عمود المكاشفه والمصارحه مع الشعب. انا بقول ان هذا
الفصيل أو هذا التيار أجرم في حق الوطن بما فيه الكفاية، وأفسد في الحياة السياسية بما فيه الكفاية، وأفسد في الحياة الاقتصادية بما فيه الكفاية، وشوه التربة المجتمعية بما فيه الكفاية، ووصل بالتربة الثقافية المصرية لحالة مزرية جدا فعلها مبارك في 30 سنة، هم فعلوها في سنة و48 ساعة و180 دقيقة. فبالتالي احنا بنكاشف الشعب بكل هذه الحقائق وبكل هذه الامور، وبنوصل بعد هذه المكاشفه او هذه المصارحه بتطبيق او المحاسبه بتطبيق القانون. وهنا بقى بيجي بقى وصف القانون هنا، هل انا حاسبه جنائيا ولا احاسبه سياسيا؟ مفيش في القانون المصري ما يبيح ليا ان انا احاسبه محاسبه سياسيه. نعم. بيجي بقى هنا وصف العداله الانتقاليه، اللي هو بقى بنسال نفسنا طيب مين اللي يقوم بفكر العداله الانتقاليه؟ طيب انا عايز اعرف يعني ايه المظلمه، يعني انا لو عايز اتهمه سياسيا او جنائيا تعريف المظلمه ده يكون ازاي؟ طب توقيت هذه المظلمه يكون ازاي؟ طيب انا هحاسب مين؟ يا ترى هحاسب مؤسسات ولا هحاسب افراد؟ هنا بتاتي مرحله المحاسبه او تطبيق القانون، وهنا بقى محتاجين حوار مجتمعي في ده يقول لنا ده يتنفذ ازاي من خلال خبراء في كل المجالات المختلفه. بوصل بعد كده بعد مرحله المحاسبه وتطبيق القانون لمرحله المصالحه، وهنا بقى المصالحة بتقوم على أساس نقي، أساس جيد. بعد ما بحاسب الناس اللي أخطأوا وأجرموا، المجتمع بينضف، المجتمع بيهدى، بنوصل لحوار مجتمعي حقيقي قائم على طرح الموضوعات القيمة، طرح البدائل الممكنة، طرح الحلول الممكنة، دمج المجتمع بطريقة نفسية. المرحلة دي يا أستاذ عبد الله هتؤدي بينا يعني ما يسمى كده بشهيق التقدم، يعني ان احنا ناخد نفسنا للانطلاق نحو التقدم. وبالمناسبة ده الفكر اللي عمله مهاتير محمد، وده الفكر اللي عمله نيلسون مانديلا. مش عايزين نختزل المصالحة اللي عملها نيلسون مانديلا في انه جاب غريمه وجابه نائب ليه، لا هو مارس فكر العدالة الانتقالية بالتدريج اللي قلت لسيادتك عليه. بوصل ان انا بأحرر الوطن، حاجة اسمها يعني تحرير الوطن نفسيا، استقلال الوطني او الاراده الوطنيه. بوصل ان انا بخلي عند المواطن كبرياء في مجتمعه، يشعر بقيمته في المجتمع. بوصل ان انا من خلال الحوار دي نتائج العداله، دي نتائج العداله الانتقاليه. نعم. بوصل من خلال الكبرياء والاستقلال الوطني ان انا بعمل الخط الوطني الذي يقف عليه كل افراد الوطن باختلافاتهم وليس بخلافهم. نعم. باختلافاتهم. التنوع ده شيء جميل جدا، والتنوع بيولد الابتكار والإبداع وبيولد القيمة المضافة. كيف أضع هؤلاء جميعا على خط وطني؟ إن أنا أوصل بالدولة، إن أنا أدير الدولة بكفاءة وبفاعلية، أحقق الأهداف اللي أنا عايزها بالمعايير اللي أنا عايزها بالمقاييس اللي أنا عايزها في نهاية الأمر. ده الفكر السليم اللي يبني الدول. انما فكر العنجهيه وفكر ان احنا نقول مصالحه جوفاء او فكر ان احنا نقول اقصاء اعمى، ده فكر متطرف جدا ولا يمكن ان هو يبني دوله في يعني هذه الحالة. الذين يتحدثون عن المصالحه الان يبدو انهم ليست لديهم فيش رؤيه، يعني ناهيك عن الرؤيه، يعني ليست لديهم هذا العلم الموثق، العلم التتابعي، العلم التراكمي لمساله ما يؤدي الخطوات التي يجب ان تتوالى حتى نصل الى حد المصالحه. فهم يستبقون من خطوه الى خطوه. سيادتك بدات بالمكاشفه ثم المحاسبه ثم المصالحه ثم بعد ذلك النتائج المرجوه من العداله الانتقاليه. يعني الكلام كلام مؤصل وكلام يعني اشكرك عليه كثيرا، لكن هنتقل للسيد اللواء اشرف امين الخبير الامني. سياده اللواء، يعني فيما تفضلت به في يعني مداخلتك السابقه انك تحدثت عن مساله ضروره اختيار الوقت وضروره وضع الاستراتيجيه وضروره عدم تقليل من الجانب الاخر وعدم الاستهانه به. واتصور ان هذه المسائل كلها مسائل معلومه بالضروره لدى رجل الشارع العادي. يعني حتى ضابط المباحث لما بيروح يقبض على حرامي بيخطط له وبينتقي الوقت المناسب والمكان المناسب والخطه المناسبه، وبيدفع بعض المؤكدين لمعلوماته قبل ان يلقي القبض على هذا الحرامي. يعني هذه المسائل مسائل اوليه في علم الامن حسب معلومات اي فرد يعني. لكن القضيه هنا قضيه اننا نتحدث عن امن دوله، امن قومي. يعني نتحدث عن جهاز دولة، يعني دولة تواجه مجموعات مارقة. يعني ليس الدولة لا تواجه دولة، الجيش لا يواجه جيش،
جيش نظامي لا يواجه جيشا نظاميا آخر، وقوات الأمن لا تواجه قوات أمن بهذه الضراوة أو بتلك القوة أو ما إلى ذلك، بل ربما هي صنيعة التفكك الأمني أو غض الطرف الأمني السابق. يعني نحن لا نضع قوات الأمن في بؤرة الاتهام أو ما يعني أو ما شابه ذلك. نعلم أن قوات الأمن يعني تؤدي دورها كاملا، وهي يعني تستوجب كل الاحترام وكل التقدير على ما تقوم به الآن، لكن لماذا تركت هذه الجماعات حتى استفحلت إلى هذا الحد؟ هذا هو السؤال. من امتى يعني تركت من امتى لامتى؟ من وقت نشأتها حتى الآن. تكلمني على قبل الثورة ولا من زمان يعني؟ من وقت ما خرجت من السجون، وقت أن كانت موجودة في السجون وكانت هناك السيطرة عليها، وتعاملت الدولة معها بالمعاملة الأمنية بالقوى الأمنية التي لقيت بعض الانتقادات الشديدة في التسعينيات وما قبل ذلك، إلى أنها كانت يعني مكبلة، يعني لم يكن شررها قد طال المجتمع بأسره كما هو الآن. طب يا سيدي، انت لازم تعلم ان احنا مؤسسة من مؤسسة الدولة، ودايما عشان برضو متأكدين علشان نعرف فلسفة الأمن بيشتغل ازاي الأول، تعلم ان يرأس هذه الدولة مفترض هي قيادة سياسية. هذه القيادة السياسية تختلف من شخص لآخر، بمعنى يعني كان أيام الزعيم جمال عبد الناصر كانت قيادة سياسية، وهي اللي تعطي التعليمات وهي اللي توجه بطريقة معينة. ثم جه الزعيم الراحل أنور السادات وكان قيادة سياسية بفكر مختلف تماما وبطريقة وبآلية مختلفة تماما. يعني قيادة كانت لها دور قوي جدا تحاول انها تعيد ثقة مصر مرة أخرى بعد نكسة وبعد ووصلنا للانتصار في 73. نعم. كان عنده قدرات وآليات، وبالتالي المؤسسات اللي كانت تعمل تحته كانت قيادته. ثم جه حسني مبارك. حسني مبارك كان ليه آلية أخرى مختلفة تماما، وكان الحفاظ على الكرسي كان هدف. تمام. إذا القيادة كانت توصي بتوجه معين، وبناء عليه الأمن كان يعمل في هذا المحراب في اتجاه معين، إن هو يعمل أو زي ما بيقولوا يقفلوا على الإخوان بطريقة معينة. وكان في صفقات، كلنا نعلم ان كان في صفقات في وقت من الاوقات في انتخابات 2005، يعني حاجه مش سر يعني. تمام. ومع ذلك كان قبل الصفقات دي كان في حاله من الارهاب كان موجود قبل، يمكن في اول التسعينات او اخر الثمانينات. تمام. اذا لازم نعلم ان الامن بيعمل بناء على توصيه من القياده السياسيه، واخد بالك، عشان نبقى عارفين السيستم الاول. وعشان كده حتى يمكن في الدستور الجديد في توصيه ان احنا نبقى مستقلين او منحازين للشعب، ما يبقاش ان احنا اللي يدير هذه المنظومه بناء على توصيه من القياده السياسيه. الاشكاليه اللي موجوده عندنا النهارده تختلف عن اي وقت تاني. طب استسمح سيادتك بسؤال، يعني اجهزه الامن في الدول في العالم كله كيف تدار؟ أليست تدار من خلال أيضا يعني رؤية سياسية؟ لا. الأنظمة السياسية هي التي تدير. إذا كنت تحدثنا على الشرطة ده موضوع، ده على مؤسسات الدولة كلها. طب والصحة كانت تدار في الدول العالم ازاي؟ لا أنا كل بص أقول لك حاجة، احنا في حالة فساد، يعني احنا مش كلنا في حالة فساد. وعلى فكرة عشان تبقى عارف الشرطة دي شريحة من شرائح المجتمع، وهي نفس ما ينطبق عليها ينطبق على باقي المؤسسات، علشان ما نجيش نحط كل ميزاننا كله او اهتمامنا بالذات للشرطه. الشرطه يا سيدي زي ما بقول لسيادتك حملت فوق طاقتها من اول الثوره لغايه النهارده. عدد الوفيات ما حصلتش حتى في الجيوش لو نسبناها. عدد الضباط والافراد اللي توفوا استشهدوا، وللاسف يمكن احنا قعدنا فتره طويله جدا قاسينا السنه الماضيه وما قبل السنه الماضيه انه كانت اتهامات قويه جدا، وكان ده نتيجه اجنده معده سلفا من هذا الفصيل علشان يقصوا الامن، وكانوا يستبدلوه بميليشيات عشان يستخدموه في الوقت الحالي. فكنا اكثر ناس يلقى علينا الاتهامات جزافا، وكان يحصل خطا فردي يتحط عليه سقوط عالي جدا علشان يسيئوا للامن. اما يا سيدي ما انت تيجي تشوف الضباط وتشوف نوعيتهم والافراد هتلاقيهم ناس من المجتمع، وفيهم ما بنقدرش نقول يعني. ومع ذلك تخيل انت ابنك ضابط بوليس او فرد
وهو داخل اليومين دول ونازل وعنده عمليات في الامن المركزي، تاكد انه راجع، ممكن يرجع وممكن ما يرجعش، واخد بالك. القضيه دي على حتى كمان في تفاعلنا وتعاملنا، لما كانت القوات تنزل وتتعامل، الضباط كنا بنتعامل معاها نفسيا. ليه؟ لان خلي بالك لما انت بتيجي تتعامل بسلاح وعارف انك وارد انك تقتل، دي عمليه نفسيه رهيبه، بس احنا مش قادرين نفهم. ومع ذلك برضو الدخل بالنسبه لنا يعتبر دخل مش عالي، لكن في رساله، واحيانا هذه الرساله تخالف الذي بداخلنا. يعني انا ليا توجه معين ورايح أأمن المرشد مثلا، تمام، فبتلاقي في تضارب نفسي، احنا مش قادرين نبص للكلام ده. الحاجه المهمه جدا سعادتك ذكرتها واحب اكد لسيادتك عليها، احنا اي مواطن عادي عارف يعني امتى التوقيت والكلام ده، لكن في بعض المعطيات وبعض العناصر غائبه تماما عن المواطن العادي. انا عندي يا سيدي انا بتعامل بمنتهى الحرفيه، علشان انا عندي معلومات مش موجوده ولا عند المواطن ولا عند سيادتك. نعم. بمعنى تاني، المعلومات المتدفقه من الخارج ورصد بعض الاتصالات اللي انا بؤكد على ان قانون الطوارئ لابد يستمر، لان لما انتهي من هذه العمليات التي تحدث والتهديدات الوارده اللي انا مش بقولها عشان ما اخوفش الناس، المعلومات اللي موجوده واللي موجوده لدى الامن لو قلناها هنفسد كتير جدا من بعض القضايا. يعني انا مش هقدر اقول لك ايه سبب التاخير، لاسباب كانت في معلومات ان هم كانوا بيرصدوا رصد معين بطريقه او اخرى، بيرصدوا طريقه علشان خاطر يثبتوا ان، حتى هم حاولوا يزيفوا، يثبتوا ان الامن كان بيتعامل بقسوه، وده ما حصلش، وانا اجزم ان ده ما حصلش يعني يقينا يعني. فاحنا بنفوت عليهم الفرص، احنا كنا مش عايزين ناكل الطعم يا سيدي. مش قصه ان احنا يلا، ده احنا بقول لك بعد مرور هذا الزمن قالوا طب ما دخلوا اسمنت ودخلوا طوب وعملوا، طب ما تهدوا في 5 دقائق. مش دي القضيه. القضيه انت عايز تقلل خسائر بقدر الامكان. امتى التوقيت، امتى التفاعل، امتى التعامل، علشان ما يلقطهاش بعض العناصر دي ويبتدوا يستقوا بالخارج بطريقه او اخرى. بنفوت عليهم هذه الفرصه. طب سؤال بيني يعني ضمن الحديث اللي سيادتك مسترسل فيه، يعني الا تعتقد ان حرب المعلومات او سلاح المعلومات اذا استخدم بشكل جيد من خلال رجال الامن يمكن ان يعني يمنع كثيرا من هذه المواجهات او كثيرا من هذه التحديات التي تواجه رجال الامن؟ اقول لك، هل تعلم ان حجم المعلومات، ما انا برضو كنت دايما اتحدث عن قضيه المنع وعمليه الضبط. المنع محدش بيدركه، محدش بيبقى عارفه. منع الجريمه قبل حدوثها مش هتعرف بيها. لو في معلومات ما تمنعش الجريمه؟ ما انا بقول لك بقى، ما المعلومات اللي باخدها بمنعها، واحيانا ما بسربهاش، واحيانا ما بقولش ان انا منعت. يبقى في قصور في المعلومات؟ مش قصور، لا، انا عندي المعلومه ومنعت القضيه، منعت تفجير معين ما برضاش اعلن عنه. ليه؟ مش مهم الاعلان. هقول لك ليه. ما انا بقول لك انت مش هتدرك. هل تعلم ان قصه المعلومات دي منع عندنا لا يقل عن 80% من اللي هو متوقع ان يحدث؟ يعني انت بتشوفه ده 20% من الحجم اللي كان ممكن يتعمل. حجم، وده نتيجه ايه؟ ال 80% دول اللي هم المعلومات. الشرطه تعمل بحرفيه عاليه الجوده، وبقولها ده احنا وسط العالم. يعني قدرة ضابط الأمن الجنائي والأمن السياسي عالية جدا جدا كأشخاص كأفراد، علاوة إن إحنا مع ذلك إحنا كإعداد أو معدات أو تقنية ما وصلناش للدرجة العالية، لكن هو بيتعامل على الفكر الشخصي لدى الأفراد. فعندهم جودة، عندهم اختراق لمواقع كتيرة جدا، لأماكن بيشتغلوا بحرفية. لو جبت أي حد من امريكا او كده يتعامل مع الجريمه هنا ما يعرفش يعمل فيها حاجه لصعوبتها. واحنا برضو وارد ما نعملش بنفس الآلية، لكن حرفة الضابط او المواطن المصري اللي هو طالع منه وما يعني نقل من ميراث ومنهاج تم توارثه من زمان لغايه النهارده، فده يعتبر اعلى ادواتنا اللي موجوده. وبالتالي المعلومات التي تتوفر لدى الامن التي لم تذكر، لا، في حاجات كتيرة جدا جدا تم احباطها او التقليل ان احنا ما دخلناش جواها علشان
نقدر بقدر الامكان ان احنا نمنع الجريمه قبل حدوثها. طب في ذات الموضوع يا سيادة اللواء، يعني أود أن أسترسل معك في، بس لكن هطرح سؤال وحضرتك فكر في الإجابة كويس، ذاكرها كويس لغاية ما يجي عليك الدور. انا بقى سيادة اللواء ورقه يعني وقلم ومرايه عشان سيادة اللواء، فيما يتعلق بمسألة الأمن، يعني كانت هناك بعض المآخذ على المعلومات المتوفرة لدى جهات الأمن والعناصر المدربة على استجلاب هذه المعلومات. يعني هل تعتقد أن هذه نوع من أنواع النقائص الموجودة داخل الجهاز الأمني أو الجهاز الشرطي، مسألة الرجال المدربين على استجلاب الأمن أو التعامل مع المعلومة إذا تمت؟ هذه نقطة. النقطة الثانية مسألة يعني تحديث الآليات المستخدمة في أيدي ضباط الأمن. يعني ما زالت حتى الكمائن الموجودة الآن في الشوارع يعني تتم بطريقة بدائية جدا. نعم. فيعني هل فعلا رجال الأمن في حاجة إلى تحديث آلياتهم؟ دول سؤالين أتصور أنهم صعبين شوية، ويعني قلب عندك على ما تجاوب عليهم. دكتور محمد باغا، يعني تفضلت مشكورا بإبانة الأسس الرئيسية في مسألة العدالة الانتقالية، وبدأت بالمكاشفة ثم المحاسبة ثم انتهيت إلى المصالحة. المكاشفة يعني من الذي يتقع عليه أو تقع على عاتقه بداية هذه المهمة التي أتصور أنها مهمة في هذه الآونة قد تكون ذات مخاطر؟ بالطبع الدولة الدولة في مؤسساتها المختلفة بالطبع. ما هي لا في إدراك الدولة بمعنى إيه؟ نعم. يعني أنا لو سألت سيادتك يعني ما معنى كلمة دولة؟ كلمة دولة يعني أي تعتني بثلاث أشياء رئيسية. أول حاجة إن هي بتطبق القانون، تطبيق القانون على المواطنين. القانون ده اللي بيجيب لي حق وحقك. نعم. رقم 2 إن هي بتراعي حقوق الإنسان. لا، احنا قلنا المكاشفة يعني حسب ما فهمته من عرض سيادتك ان هو يعني نبين للمجتمع والمجتمع برمته ان يعلم يعني النقائص التي ارتكبت او الجرائم التي ارتكبت في حق المجتمع. عملية أصيلة بحق الدولة في ان هي بتطبق القانون وبتراعي حقوق الانسان. ما هي بتحميني وبتحمي حضرتك من خلال عرض هذه البيانات والمعلومات. رقم 3 ان هي بتظهر ما يسمى الشو اوف فورس، قوة الدولة. وقوة الدولة هنا بقى خاصة بالقوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقوى النظامية. الدولة مين؟ يعني أجهزة الإعلام مثلا، أجهزة القضاء، أجهزة كل أجهزة الدولة المنوطة بالكشف، كل أجهزة الدولة المنوطة بالكشف عن هذا. يعني أنا كنت بنادي من فترة ب يعني تفعيل ما يسمى بآلية إعلامية تظهر للناس هذه الحقائق، تظهر للناس مثلا يعني ما هو الجرم السياسي الذي ارتكبه مرسي حتى يهدأ هذا الشارع. ما هو لو سيادة اللي هو اتكلم من شوية في هنا خطورة، يعني أن يترك الحبل على غاربه، أن يترك لكل أن يؤسس وأن ينظر وأن يتحدث كما يحلو له. لابد أن تكون هناك يعني استراتيجية أو نوع من أنواع الضوابط أو ضبط العملية التي تصل بها المعلومة نقية منقحة لرجل الشارع العادي. احنا في عندنا مبدأ في الإدارة اسمه وحدة مصدر الأمر أو وحدة النشاط. نعم. يعني أن أنا لما أجي أخذ معلومة المفروض أخذ هذه المعلومة من مصدر موثق، ويكون هذا المصدر يفضل أن يكون مصدر واحد رئيسي للحصول على هذه المعلومة. للأسف احنا عندنا في مصر مراكز إصدار المعلومات كتيرة جدا، فبالتالي بتتضارب هذه المعلومات. قد تكون يعني هذا التضارب في مصلحة أمنية إلى حد ما، ولكن أذكر حضرتك أن معدل الشفافية في مصر يعني يقيم أن في 20%. يعني كل 100 رقم بيعرض علينا 20 رقم بس هم اللي صح. كل 100 خبر بيعرض علينا 20 خبر بس هو اللي صح. ده بعد وجود الفيسبوك ولا خبر ده على الفيسبوك، دي حرب ولا خبر عاد بيطلع صح دي حرب إشاعات وحرب نقص معلومات. رجال الأمن هم السبب. فبالتالي لو حضرتك بتسأل عن من هو مسؤول عن موضوع المكاشفة، فالدولة هي المسؤولة عن موضوع المكاشفة والمصارحة بالشعب. لأن لو جينا نقيم الناس اللي بيسببوا لنا الذعر في الشارع دلوقتي، أنا بصنفهم على إن هم يا إما إخوان من التنظيم، يا إما من الجماعات الإسلامية، يا إما ناس لسه عايشة في فكرة المشروع الإسلامي، يا إما ناس لسه عايشة في فكرة الشرعية بتاعت مرسي، يا إما ناس لسه عايشة يعني بحنين لمرسي إن هو شخص يخطئ ويصيب. فبالتالي لابد من قياس أو تقييم هذه المجموعات وتوجيه إشارات سياسية ليها. إن لا، لو أنت بتعتبر إن ده مشروع إسلامي من خلال المصارحة والمكاشفة،
نوايا هذا التنظيم او طب كيف نوايا. يستقيم هذا الأمر دكتور محمد مع المنادين بحرية التعبير وحرية الرأي وحرية التظاهر وحرية الاعتصامات وحرية يا فندم ويعني مسألة الحرية التي زادت عن حدها موضوع الآن. مهم جدا، يعني انتشر في الآونة الأخيرة وخاصة بعد 25 يناير في الثقافة السياسية شيء خطير للغاية. إن الدولة لما تيجي تتدخل للدفاع عن حقوقها اللي هي في تطبيق القانون وفي حقوق الإنسان وفي إدراك الدولة اللي هو مفهوم إدراك الدولة اللي هي القوى السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو القوى النظامية المتمثلة في القوات المسلحة أو الجيش، إن الدولة مش من حقها إن هي تتدخل في ده لا، الدولة من حقها إن هي تتدخل في ده. وأنا بوجه كلامي إلى النشطاء إياهم اللي بيتكلموا عن يسقط حكم العسكر. مفيش حاجة اسمها عسكر عندنا في مصر، او انه يقول ان الداخليه مش من حقها في فض الاعتصام. لا، الداخليه من حقها اذا تراءت ليها ان هذا الاعتصام مسلح او هذا الاعتصام يمثل تهديد لامن المواطن، فمن حق الدوله ان هي تظهر قوتها في هذه الحاله. لان الدوله سبب وجودها او اساس وجودها 3 أشياء رئيسيه. هيبه الدوله، من اين تاتي هيبه الدوله؟ هيبة الدولة تأتي من خلال إظهار قوتها. رقم 2، القبول العام لهذه الدولة أو لهذه الحكومة التي تدير الدولة. من أين يأتي هذا القبول؟ يأتي هذا القبول إن الحكومة بتلبي لي احتياجاتي كمواطن في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والأمن. رقم 3، ان الدولة تدرأ العنف او ان هي تستبق بمنع هذا العنف. زي ما قلنا، لو بتستخدم الدولة اسلوب ادارة الازمات وليس الادارة بالازمات، هناك فرق ما بين المعنيين. المعنى الاول هو الذي يعني وضع الخطط والاستراتيجيات سواء على المدى القصير او الطويل لمنع العنف. رقم 2، الادارة بالازمات، ودي يعني دي اعتقد ان احنا عايشين فيها شوية، ان احنا بنستنى لما المشاكل بتحصل وبنجري نحل هذه المشكلة. بل الاخطر من كده ان احنا بننظر الى الظواهر وبننسى اصل المشكلة، فبتتراكم علينا هذه الظواهر. زي ما بدأت كلامي مع سيادتك من شوية، الدولة منوطة بعملية المصارحة. اعتقد ان المصارحة والمكاشفة ستريح كثيرا جدا، يعني على الاقل لو هتخلي اللي لسه معتنق هذا الفكر يخلي عنده دم شويه. انا بقول ان فكر العنف اللي موجود دلوقتي لو كان صادر من الاخوان، فانا بقسم، لو انا عايز اعالج استراتيجيا هذا الامر فلا بد من تقسيم فكره الاخوان. فكره الاخوان هي عباره عن فكره وجماعه وتنظيم. اتعامل مع ملف الفكره واتعامل مع ملف الجماعه واتعامل مع ملف التنظيم، وكله بالقانون زي ما بيقولوا. طب هستسمحها قليل من الحروف على قليل من النقاط على قليل من الحروف. يعني الآن الدولة مؤسساتها معروفة. نعم. المؤسسة الدينية الممثلة في الأزهر وفي الكنيسة. أنا عاوز حضرتك برضه ده سؤال تذاكره لغاية ما أرجع لك. يعني ما هو دور المنوط بهذه المؤسسات خاصة الدينية؟ وأتصور أن مؤسسة الأزهر بالتحديد عليها يعني عبء ثقيل يجب أن تقوم به الآن. مؤسسة الأزهر، المؤسسة القانونية، المؤسسة الإعلامية، المؤسسة المجتمعية الممثلة في الأحزاب، في منظمات القوى المجتمعية أو ما إلى ذلك. لا، لابد أن هناك يعني مسؤوليات تلقى على هذه المؤسسة تختلف كلية عن المسؤوليات التي تلقى على مؤسسات أخرى. سيادة اللواء بس يذاكر كويس بقى. يذاكر كويس. لا، هو مذاكر ما شاء الله، شاطر عليه، شاطر يعني. ممكن يغش. اتفضل يا سيادة اللواء، أنا سألتك سؤالين ونسيتهم. هو سؤال سيادتك على عملية المعلومات أو نعم. يعني إزاي إن إحنا بنستقيها. هي ناحية فنية قوي عشان تبقى عارف، وأعتقد إن المواطن يحب إنه يعرف بعض هذه الأمور. إحنا بنستقي المعلومات إزاي، وساعتك يعني قلت على بعض الأكمنة اللي هي سورية أو بالشكل ده. إحنا بنعتمد دايما في الأمن على يعني المضمون نفسه أو الشكل والجوهر. يعني ناخد الشكل اللي بنعتمد على الاثنين مع بعض، على المضمون واحيانا على الجوهر. يعني اذا المضمون هو الجوهر يا سيدي. لا الشكل والمضمون. أو المضمون والجوهر ده في كفه تمام، والشكل في او المظهر في ناحيه ثانيه. اوكي، انا عايزك تبقى عارف اللي انا بقوله يعني. لا انا بركز كويس قوي. قلت المضمون وقلت الجوهر. انا مذاكر اصلي واخد بالك. فهو عندك الكفتين دول. يعني احنا بنقول ايه؟ احنا لما نعيد صياغه الامن في المواطن المصري، حالة التواجد في حد ذاتها، تواجد الأمن في الشارع بيدي حالة الطمأنينة بغض النظر عن نتائجه. لكن في الغالب أن هذا التواجد بيبقى ليه دور كبير جدا في منع الجريمة، لأنه على الأقل بيبعد اللي بيحاول يعمل حاجة بيدرسها أكثر من مرة. تمام؟ دي الحاجة التانية يعني اكتشاف الجريمة بالمصادفة. مش بالمصادفة يا سيدي، ما انا بقول لك انا بقول لك على جزئيتين. لو سمحت اكمل بس فكرتي. الشكل اللي انا بعمله ده، يعني انا بحط مجند مثلا على تأمين فندق من الفنادق كويس، وقت ما يكونش مسلح
وارد ما يكونش مسلح، لان بتبقى مشكله لما احط كمين في مناطق كمين ثابت. تمام. هيضطر اللي معاه اي حاجه بيلف من طرق اخرى. انا بامنها بطرق ايه؟ بخدمات سريه. ليه؟ لان التواجد الشرطي الدائم او بحجم كبير، دول العالم كلها لا تستخدم الشرطه بهذه الكم ولا بهذا الكيف، لكن احنا بنوجده في الوقت الحالي لوجود ازمه. تمام. بهذه الكيفيه. طيب احنا بناخد معلوماتنا ازاي؟ او بنحاول نستقصيها ازاي؟ او نحاول نوصل لنتائج معينه القضايا عشان ناخد اعلى درجه من درجات الامن بالنسبه لنا. احنا بنعتمد اساسا على المصادر اللي هي تخترق هذه الاماكن. يعني هنقول منطقه من المناطق او تنظيم معين لازم ازرع فيه حد. شوف، لازم زرع حد اللي هو بيبقى بيسمى في المناطق عميل، لكن هو مش عميل، هو راجل متطوع، وهذا التطوع انا بقدر او حتى من الافراد وابتدي ااهله ان هو يخترق هذا التنظيم. يعني ممكن يكون شرطي او غير شرطي. وارد. هو اسمه المرشد. لا المرشد ده حاجه، والاختراق في هذه الامور حاجه. المرشد اللي هو واحد جنبه ساكن ويجي يبلغنا. اللي انا الجزء الثاني اللي هتحدث عنه. في جزء اللي هو اسمه متطوع. الذي يتطوع بيديني معلومه، المعلومه دي لازم احللها، لانه وارد ان هو يكون ضاربني انا، يعني قاصد يضربني انا، يوجهني لاتجاه اخر. نعم. بحلله، ودي الحرفه اللي بقول لسعادتك عليها. يتم تحليل هذه المعلومه بطريقه اخرى، ويعاد مناقشته بطريقه اخرى لوجود تضارب في اقواله ولا لا، علشان اخد هذه المعلومه واتعامل مع هذا الجزء. دي الحرفيه اللي موجوده. ثالث حاجه بستخدمها في هذا المضمون، انا استخدم يا سيدي التقنيه الحديثه في بعض الامور. يعني عندنا حاجه اسمها قسم اسمه البحوث الفنيه، اللي هو التسجيل عن بعد، وان انا يعني ازرع تسجيلات في حتت معينه، سواء كان طبقا لقانون الطوارئ او طبقا للقانون العادي، ان انا استخدمها بعد استئذان النيابه في التسجيل لبعض المعلومات اللي عندي، وببعت للنيابه وكلام من دوت. عمليه انك تعمل هذا العمل ده فريق عمل بيتم تشكيله لمواجهه حاجه معينه. يعني مثلا يجي ضابط المباحث ياخد معلومه ان في فلان الفلاني موجود في الحته الفلانيه، ما اجريش انا ورا المعلومه دي كده، تاخد وابتدي اخاطب جهاز الامن الوطني، ويجي مجموعه نبتدي نتدارس طب ازاي نخش عليه، لان انا برضو ممكن ما يكون مع كمين معمول لنا. ابتدي عندي ناس في حاجه اسمها مندوب شياخه، وعندي مخبر في المنطقه، وهو ليه اتصالات مع بعض المواطنين، وانا كظابط في المنطقه عندي اتصالات دائمه. يعني هل تعلم ان الكرداسه حجم المعلومات اللي جايه من الكرداسه اكتر من اي حته تانية؟ دي معلومه ليك انت بقى. يعني حجم تطوع الناس لمعلومات رهيب. يعني تخيل الكرداسه دي له عربيتين ميكروباص فيهم شرطه ودخلوا، هيخشوا ويعملوا اللي هم اللي عايزينه ويخرجوا عادي، مفيش مشاكل. بس احنا برضو مدينا الحجم اللي احنا عايزين نقفل عليه. الحاجه الثانيه اللي سعادتك عايز اكدها لسيادتك كمعلومه، وعشان خاطر ردا على برضو على معالي الدكتور، احنا هنمر الفتره القادمه بشائعات لا حل لها. هم يوجدوا تزييف الحقائق. هذا الفصيل الشائعات اللي جايه طعنا في المؤسسات، وبالذات القوات المسلحه والشرطه، ويطلعوا ان هم ان احنا بنضرب الاهالي وبنعمل الكلام ده اطلاقا. واقسم بالله انا حتى من غيرتي على وطني بحب احاول اغرز اعرف ايه اللي بيدور ورا الكواليس. لا تتخيل حجم وطنيه هذه المؤسسات، وانها بتعمل بمنتهى الكفاءه اخلاصا وحبا لوطنها. ومع ذلك تجد بعض الناس ما تقعد معاهم يقول لك شفت بيعملوا ايه في اهالينا في سينا. يا اخوان الله، ده احنا ده اكتر ناس اتضربت هي الشرطه والقوات المسلحه. وللاسف لا يعلموا ان بدو سيناء ناس محترمين جدا جدا، متعاطفين، بس مش قادرين نفصح الكلام ده، لان هذه العناصر بتصطادهم برضه. دورهم في الحروب معروف يا سيادة لا ولو افصحنا العناصر الارهابيه هتضرب في هذه العائلات. للاسف. سيادة اللواء أشكرك على هذا العرض. يعني سؤال برضو الحاقي كده لما تفضلت به الآن، مسألة لا مش من غير مذاكرة، سؤال سهل يعني. مسألة يعني انتزاع الاعترافات من المتهمين. يعني اما انا قلت سؤال سهل يعني هل ستعود هذه الآلية مرة أخرى؟ مش انتزاع. اولا انا سعيد ان انا بلتقي معاك، وانا يعني اشكرك يا سيادة اللواء، احنا اسعد. للامانه انا يمكن بلتقي مع ناس كتير جدا، لكن انت راجل مهني قوي جدا ومثقف ثقافه بسم الله ما شاء الله. هتزعل الناس مننا فوق ويقولوا ده احنا متفقين ولا حاجه يعني. انا بجد يعني
يمكن أشكرك سيادة لقاء اللواء. خاص جدا على البرنامج العام. أشكرك يا وانا مش بجاملك، ده واقع، لان أشكرك. انت راجل محاور جيد جدا، وحتى لو تاخد فكر الاخر علشان تبقى فيه اثراء ده للحوار. خلي بالك أنا حنين عليك، أنا خايف منك. انا لا لو إطلاقاً. مش خايف أنت منك راجل جميل جدا كان والله. اختلف الوضع. لا عبد الله، اتفضل يا انت راجل فندم. محترم جدا. العافية يا فندم، العافية، اتفضل. عايز اقول لك حاجه، احنا فن التحقيقات والنقاش ده فن. خلي بالك، انا علشان اخد معلومه من حد لازم اتعامل معاه اوصل لتفكيره واديله لا اما الامان لا اما احاول اخوفه من اللي هيحصل له. يعني حتى ارعاب لتصل لدرجه معينه اللي هي دي بوينت، النقطه الحاكمه اللي يستطيع ان هو يعترف ويقول كل بدون ضغط، بدون ضرب، بدون اي حاجه. ودي ناس في عندنا ضباط محترفه في هذا الفن اللي هو المناقشه. احنا عندنا اهم حاجه نقول ايه، هنعمل ايه، هنوسع دايره الاشتباه ونمسك عدد اكبر، ولينا حق ان احنا ونناقشه. مش هتعمل اكتر حاجه، مش هتحافظ، هتناقشه وتصل معاه لتضارب اقوال. يعني ياخد جمله تمام باتجاه معين وتمشي معاه، وبعدين تعيدها بطريقه اخرى، فهو ذاكرته مش هتجيب، انت بتحاول تجيبها باسرع ما يمكن، تقلب الحوار بمعكوسه يدي لك تناقض في اقواله، تعرف انه كذاب كويس. وتجيب له واحد يؤكد له المعلومه، واحد جاره يقول لا ده انا شفته ده الفلاني الساعه 6، ويقول انا ما كنتش موجود في اليوم ده. هو التناقض ده يا سيدي اللي احنا بنقول بيه انتزاع الاعتراف منه، او ان هو يقول الكلام ده، ان انت بتدخله في اشكاليه انه يعمل تناقض، والعمل تناقض بتقدر توصل للنتيجه بتاعتك. يعني يمكن سيادتك عارف كويس قوي ان انا بسال على مساله استخدام العنف مع المتهمين. انا ما استعملش يعني العنف بصراحه. لا هو ده سؤالي، وسيادتك عارف ان انا اقصد كده. يعني في دقيقه واحده دكتور محمد بعد اذنك، يعني هل نحن بحاجه الان الى حوار مجتمعي؟ بكل تأكيد، يعني الحوار المجتمعي في كل مكان وفي كل زمان، ولكن هو السؤال الأهم من الحوار المجتمعي نعمل إيه؟ يعني هو مجرد جمع الفرقاء على مائدة واحدة وتبادل الأفكار وتبادل الرؤية، هذا هو الحوار المجتمعي، وكل ندلي بدلوه في مستقبل هذا المجتمع. الحوار لا ينتهي، ولكن كل زمن وله من المسؤول عن هذا الحوار، وما هي آلية هذا الحوار، وما هو جدول هذا الحوار، وما هي موضوعات هذا الحوار. الحوار لا ينتهي على أي حال، ولكن احنا في النهاية بنوصل لفكرة الخط الوطني. يعني من يقوم بالحوار؟ ليه احنا بنعمل حوار؟ طيب احنا عايزين نوصل مع بعض، يعني آلية هذا الحوار تكون ايه؟ طب احنا عايزين كيف يتم هذا الحوار؟ كل دي أسئلة لابد ان احنا نجيب عليها في النهاية. حضرتك سألت سؤال انا يعني انا فاكره مش نسيه، ولكن بس أنا الوقت يداهمنا. الوقت يداهمنا. كلنا مسؤولين عن هذا الوطن. نعم. كل مؤسسات الدولة مسؤولة عن هذا الوطن. الدولة لابد أن تظهر قوتها، ما يسمى بإدراك الدولة شو اوف فورس. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هناك أعمال موازية للدولة. كل واحد ليه دور، الأزهر ليه دور، الكنيسة ليها دور، المؤسسة القوات المسلحة ليها دور، الشرطة ليها دور، وكل مؤسسات الدولة ليها دور. أنا بوجه نداء للحكومة، المواطن البسيط الغلبان انظروا له بعين الاحترام والتقدير، روشتات اقتصادية عاجلة على المستوى القصير، ورؤى استراتيجية تنهض بهذا الوطن إلى الأمام إن شاء الله. أنا الحقيقة على المستوى الشخصي أولا سعدت جدا بلقائكما وبمحاورتكما. الدكتور محمد باغا الأستاذ بجامعة قناة السويس وأستاذ الإدارة، السيد اللواء أشرف أمين الخبير الأمني، شكرا جزيلا يا فندم وشرفت البرنامج العام، ونتمنى أن يكون هذا اللقاء الأخير لك على هواء البرنامج العام. زميل علي مراد وصل لقراءة 12:02:30، وإلا كنا كملنا الحوار معا. نشكركم سيداتي وسادتي، لكم تحيات أسرة البرنامج، الإعداد أحمد دياب، الهندسة الإذاعية عبد اللطيف عبد الله، وكنت معكم من أسرة المذيعين عبد الله حامد. أحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، أحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، أحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، أحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، وأحبها ونيلها الوسنان في عيني السحر، وأحبها وظلها الفينان للآمان بحر، وأحبها وحبها لقلبي الهيمان عمر.
12:30 في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم وإليكم ثانية فترات